أول ما بنبدأ نعمل حاجة حلوة زي الرياضة مثلا نبدأ نعملها واحنا متحمسين أول 3 أو 4 أيام، بعد كده بنقف. خش على الفيديو وأنا هقولك ليه. يلا بينا. أهلا بيك في كافي دوز، المكان اللي هتشوف فيه القهوة والتحفيز والوعي. تعالى الأول نعمل مقارنة سريعة بين الشغف والانضباط. الشغف ده مصدر العاطفة والمزاج، دي مش حاجة وحشة، لأ بالعكس دي حاجة حلوة بس مش موجودة على طول. لكن الانضباط هو مصدر العقل والقرار، يعني على طول موجود. يعني مثلا مش اي حد مننا مش كل يوم بيصحى عنده مزاج او صحة او شغف ان هو قادر يقوم، لكن بيقوم، وده هو الانضباط. الشغف مش مستمر، يعني مش هيفضل على طول عندك شغف، لان الشغف بيتذبذب مع الوقت يعني بيقل. لكن الانضباط بيفضل موجود على طول، انت اللي بتختار ان هو يكون موجود ولا انت بتسيبه. لان الانضباط هو انك مثلا تقوم من على السرير، انت فضلت نايم على السرير. الانضباط ده زي العضلة، زي الإرادة كده. هو عضلة زي الباي أو التراي، انت اللي بتقويها بنفسك. انك تقوم مثلا من على السرير الصبح وما تفضلش نايم، دي انت كده بتقويه، بتفضل تقوي الانضباط بتاعك لحد ما يبقى عندك انضباط قوي. الشغف حلو جدا للبدايات لكن مش هيفضل موجود للنهاية. لكن الانضباط هو أساس النهايات. في جامعة في ستانفورد عملت تجربة على مجموعة من الأطفال، حطت قدام كل طفل قطعة مارشميلو، قالت له تقدر تاكلها دلوقتي أو تستنى 15 دقيقة وتاكل قطعتين. في بعض الأطفال استنوا والبعض التاني لأ، واللي استنى خد حتتين زي ما هم قالوا لهم، واللي ما استناش خلاص ما خدش حاجة. واكتشفوا كمان إن بعض الأطفال وهم قاعدين اللي ما كلوش حتة المارشميلو كانوا بيشغلوا نفسهم بأي حاجة، إن هم يبصوا في السقف مثلا أو يعملوا أي حاجة عشان ما يفكروش في قطعة المارشميلو اللي قدامهم. لأنك مثلا قدامك حاجة، عشان كده احنا بنقول ابعد المشتتات. لأنك مثلا قدامك حاجة انت عايز تعملها وغرياك، وانت عايز تشتغل برضو، زي مثلا الموبايل. فانت قدامك انت بتحاول تشغل نفسك بالشغل عشان تبعد عنه، لكن انت ممكن تبعده عنك خالص يعني. وفي الاخر الجامعة تبعت الاطفال لحد ما وصلوا للجامعة، استنى وما كلش واللي كل كمان. ولما تابعوهم اكتشفوا ان اللي ما كلوش حتة المارشميلو دخلوا جامعات كبيرة وكويسة، لكن اللي كلوها دخلوا جامعات اقتصادية ومش كويسة قوي يعني. والتجربة دي تأكد إنك ما ينفعش تعتمد على الشغف لوحده، لأنه كده كده هيخلص. لكن الانضباط مستمر مهما عملت، إن الانضباط كل شوية بيقوى ما بيخلصش. دلوقتي بقى هشرح لك إزاي تبني الانضباط وتبطل تعتمد على الشغف خالص. تعالى الأول أشرح لك دماغي ودماغك بيشتغلوا إزاي. أول جزء هو الجزء المنطقي أو الليمبك سيستم. ده بقى العيل الصغير اللي في نص الدماغ، هتلاقيه طول الوقت عايز الحاجات السهلة، عايز التيك توك، عايز يطلب دليفري، مش عايز ينزل يشتري الحاجة، هو عايز الحاجة دلوقتي حالا، مش عايز يستنى على حاجة. فهتلاقيه دايما أي حاجة فيها تضييع وقت هتلاقيه شايط فيها. لكن الكبير بتاع الدماغ بقى اللي بنقول عليه البريفرنتال كورتكس، دي بقى القشرة الجبهية، دي مكانها ورا أورتك بالظبط، ده المدير الفني للدماغ يعتبر. دي بقى اللي بتقول للعيل الصغير بس يا بابا مش هنلعب دلوقتي غير لما نخلص اللي ورانا. دي بقى هي عضلة الانضباط. ليه بقى بنقول عليها عضلة الانضباط؟ بص يا صاحبي، الانضباط مش صفة بتنزل عليك من السما. لأن لأن الانضباط دي عضلة بالظبط زي الباي والتراي. القشرة الجبهية كل ما بتضغط عليها وتقول لأ للسرير وأيوة للشغل، هتلاقي إن هي الروابط العصبية بتجمد وبتكبر أكتر. طيب عرفت يا عم يعني إيه الدماغ؟ قول لي بقى إزاي أبني الانضباط. حاضر يا صاحبي، في إيه؟ أنت شكلك متعصب النهاردة، ها؟ تعالى يا عم اقول لك ازاي تطبق ده عملي. بص يا صاحبي، لو عودت دماغك انك اول ما تصحى تمسك الموبايل وتفضل تقلب، انت كده بتدلع العيل الصغير. فالقشرة الجبهية اللي هي الاب او صاحب العيلة الكبير بتبدأ تضعف. لكن بقى لو عودت نفسك تعمل اصعب حاجة في يومك اول ما تصحى، انت كده بتعمل بنش بريس لعضلة الانضباط في دماغك. ممكن بقى تستخدم قاعدة ال5 ثواني، دي بقى اللي هتخليك تسيطر على العيل الصغير خالص بقى. اللي اخترعت القاعدة دي واحدة اسمها ميل روبنز، وكمان عملت عنها كتاب اسمه قاعدة ال5 ثواني. لو قريته هو حلو جدا. الست دي كانت بتمر بفترة ما كانتش قادرة تعمل أي حاجة، فقالت هجرب طريقة أعد قبل ما أعمل أي حاجة من 1 ل5. يعني مثلا عايز أصحى بدري، أول ما أفتح عيني أعد 1 2 3 4 5 وأروح قايمة على طول. هتلاقي نفسها لقيت نفسها نفعت معاها الحركة دي، فعملت عنها، عشان كده عملت عنها كتاب. فانت بقى كل ما تعوز تعمل حاجة وعقلك يقولك لا ما تعملهاش يا عم دي صعبة، عد 1 2 3 4 5 وقوم على طول من غير ما تفكر، من غير ما تقول لا اقوم ولا ما اقومش، قوم على طول.
عارف ليه بقى؟ لما بتعمل دايت مثلا تلتزم بيه اليوم كله وتيجي بالليل تروح مبوظه، او مثلا ليه ما بتفكرش في المذاكرة بعد الساعة 10 بالليل؟ لان القشرة الجبهية اللي هنا دي زي بطارية الموبايل. يعني الموبايل انت لما بتستخدمه طول اليوم وتفضل مثلا تدخل من برنامج لبرنامج وكده، بتلاقي البطارية قلت. فهي زيها زي بطارية الموبايل، بتقل في اخر اليوم من كتر القرارات. عشان كده الانضباط بيبقى زي السيستم، مش بياخد قرارات كتير، بتبقى عارف انت هتعمل كذا 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 كذا. عشان كده بتلتزم بالانضباط. يعني مثلا انت لو عارف ان انت هتصحى بدري، عايز تصحى بدري وهتصحى بدري، تفضل باصص على السقف كده وما تعملش حاجه، اكيد مش هتصحى. يعني ما تقوليش ان انت ممكن تصحى، لان مفيش حد هيصحى يروح باصص على السقف. لكن انت مثلا ممكن تحضر التو دو ليست بتاعتك من بالليل، وتقول انا هعمل كذا 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 اول ما اصحى. هتلاقي نفسك صحيت لانك عارف انك وراك حاجات لازم تخلصها. ندخل بقى على اخر نقطه وتعتبر من اهمهم، وهي تأجيل الاشباع. يعني ايه بقى؟ ببساطة هي قدرتك انك تقول لأ للمتعة الرخيصة زي السوشيال ميديا، خروجة، أكلة حلوة، نوم. وتقول عشان كده بعد ما تقول لأ للحاجات دي، الحاجات الحلوة، الإنجازات هتقولك اه. زي مثلا النجاح، انك تجيب درجة حلوة في الامتحانات، انك تبني جسم حلو، انك تجيب فلوس كده. وعلى فكرة انا مش بقولك اعدمهم خالص وشيلهم من حياتك الحاجات دي، لا، استخدمهم واعملهم بس مش بافراط، لان اي حاجة بتفرط منها اكيد هتضرك. ليه بقى ده صعب الايام دي؟ احنا عايشين في عصر متبرمج على الحاجة اللحظية، المتعة اللحظية. يعني التيك توك بيديك متعة في ثانية، الاكل بيجيلك انك تدوس ضغطة بس. فدماغك اتبرمجت على المتعة اللحظية والحاجات اللحظية. يعني اللي معاه النهاردة قوة التأجيل الإشباع دي، هو معاه قوة خارقة واستجيل مش قادر يستنى 5 ثواني في فيديو حتى. الخلاصة، الحياة عبارة عن خناقة بين العيل الصغير أو الجهاز الناطقي اللي عايز يتبسط دلوقتي وعايز متعة لحظية، وبين المدير اللي هو أو القشرة الجبهية اللي عايز يبص لقدام وعايز ينجح. الشغف هو بيولع الكبريتة في الأول، لكن الانضباط هو اللي بيخلي النار قايدة لحد ما تطبخ الطبخة. لك لو مشيت ورا مزاجك هتفضل مكانك، لكن لو مشيت ورا الانضباط والسيستم هتوصل للي غيرك بيحلم بيه. ندخل على آخر حاجة في الفيديو الطويل جدا ده. أنا عارف إن انتوا زهقتوا، فندخل على فقرة المقولة. يلا بينا. مقولة النهاردة هتكون لواحد اسمه جيم رون. بيقول ايه ده؟ بيقول علينا جميعا ان نعاني من ألمين: ألم الانضباط ام ألم الندم. لكن ألم الانضباط يزن جرامات، ام ألم الندم يزن اطنانا. يعني قصده انت قدامك اختيارين: يا اما ألم الندم يا اما ألم الانضباط. بس ألم الانضباط ألم صغير، لكن ألم الندم ألم كبير. ألم ان انت كان قدامك الفرصة انك توصل وانك تعافر وانك تنجح، لكن انت اخترت الألم ان انت تقعد ما تعملش حاجة وفي الاخر هتندم. بس. وكان معاكم يوسف من كافي دوز. متنساش خليك دايما صاحب عقلك. سلام.